عشان انتوا عارفين بشرة حمائية بس هي قلبها ابيض والله هتروق. الدواء الجيلاتي اللي انا جبته مشي الدنيا، مشي الدنيا وفيها منه. يا قلبها ابيض والله. ازيكم عاملين ايه؟ الله يبارك لكم. مبدئيا انا مبسوط جدا جدا ان انا موجود معاكم في مهرجان اسكندريه للفيلم القصير، ودي اول مره ليا في المهرجان اظن واضح من لبسي. والله سالت، والله استاذ صفيه كلمني قال لي احنا عايزينك تقدم جايزه. قلت له طب ده مهرجان واوبرا وتوكسيدو بدله. قال لي لا 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 الموضوع كاجوال خالص. مفيش حد طلع على المسرح مش لابس بدله. بس انا عملت حسابي لبست كرافته، قلت عشان ابقى برضه قافش العصا من النص. شكرا اللي بيشجعني من بعيد خالص ده، شكرا تشجيعك واصل. شكرا. الحقيقه انا موجود في مهرجان مهم. سعيد جدا ان انا موجود معاكم وبقدم جايزه مهمه لفنان عزيز على قلبي جدا. فيا رب ما بوظش الدنيا واعمل المطلوب مني. اول حاجه طلبت مني ان انا ما اقولش اسمه، مش عارف ليه، بس عشان السسبنس وكده فمش هقول اسمه، بس ده لا يمنع ان انا اتكلم عنه. زي ما قلت انا اتبسطت جدا لما قالوا لي ان انا هقدم الجائزه دي للفنان ده تحديدا، لانه كان بالنسبه لي، ودي يمكن اول مره هو يسمع ده مني، كان بالنسبه لي دايما مصدر فخر والهام، لانه في سنه الصغير قدر يثبت نفسه في مكانه في صناعه كبيره جدا 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 زي صناعه السينما والدراما في مصر وبره مصر كمان. والحقيقه كنت بحس بفخر كل ما بشوفه في حاجه او بشوف له حاجه، لانه بحس ان هو بيعبر عن جيلي. وكنت بحس بفخر اكبر لما بشوف ان ورا موهبته دي في وعي وفي ثقافه وفي اجتهاد وتقدير للمكان اللي هو فيه. لحد ما جات لي الفرصه ان انا الحمد لله امتهن هذه المهنه، وجات لي الفرصه كمان ان انا اشتغل معاه واتشارك معاه عمل. وهنا اكتشفت حاجتين مهمين جدا وهم عكس بعض الحقيقه. الحاجه الاولانيه اكتشفت ان انا اكبر منه بشويه بساط، 3 سنين مش كتير، بس هو حسسني ان هم كتير قوي. ليه؟ ايوه انا عارف والله لو كل حاجه، لانه بسم الله ما شاء الله عليه، واللي عارفين انا بتكلم عن مين اكيد طبعا عارفينه. هو بسم الله ما شاء الله عليه طاقه كبيره جدا، فدايما يكلمني يلا نعمل ونسوي ومش عارف نعمل. انا حسيت ان انا عجزت، وبقيت لدرجه ان انا كل ما اشوف اسمه على التليفون ظهري يوجعني، واحس ان محتاج حد يهدي لي النور ويسيني بق ميه ويجيب لي الحبايه ويدخلني اوضتي عشان انام خلاص. واكتشفت حاجة تانية أنا كنت مكتشفها بس أدركتها، إن هو يا جماعة أقدم مني بكتير في الشغلانة. يعني بسم الله ما شاء الله هو شغال بقاله 15 سنة، فمعرفتش أعوض الفرق ده إزاي، فابتديت أقول له يا أستاذ. يقول لي مين حبيب أخوه؟ أقول له حضرتك. بدأت أقول له جمل من عينة اللي هو أنا مبسوط أوي إن أنا لحقت أجيلك. أنا مبسوط أوي إن أنا اشتغلت مع حضرتك. أنا متربي على أفلامك من وأنا قد كده. كنت أنت قد كده برضه، أنا أكبر منك ها؟ فعشان ما أطولش عليكم وما أطولش عليه، هو قاعد بيفرق في الكورس أكيد دلوقتي، خلونا نشوف الفيديو ده عشان نعرف أنا بتكلم عن مين. يمكن بتكلم عن أحمد داش أو حاجة.